السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مربى الفراولة بطريقة لذيذة جدا، من غير بقى جيلاتين ولا اي اضافات تانية، غير اللي هي هتبقى مربى طبيعية جدا. طبعا معايا كيلو فراولة كنت نقعاه في مية وخل لمدة 10 دقايق، وبعد كده مسكته غسلته كويس قوي، وبعد كده قطعته زي ما انتم شايفين كده. ومعايا كوباية سكر، انا وزنتها كانت عاملة 300 جرام سكر. حطيتها عليها وعصرت نص ليمونة فقط، ما عصرتش اكتر من كده، بس كانت نص ليمونة كبيرة. لو ليمونة صغيرة هحطها كلها. بعد كده سبتها حوالي 5 دقايق بالظبط لحد ما تطلع المية اللي فيها. قلبتها بالشكل دوت، لان انا مش هحط عليها مية خالص، لان هي فيها مية، الفراولة فيها مية، فهطلع المية اللي فيها. وبعد ما سبتها 5 دقايق نزلت المية اللي فيها، وبعد كده حطيتها على النار. بعد كده حسيت ان لون الفراولة فاتح شوية معايا، فحطيت نقطتين بالظبط كده لون طعام احمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان تدي اللون كده ايه طبيعي كده وحلو. كده بعد نص ساعة بالظبط على النار بتفور بالشكل دوت. انا ما حطيتش مية خالص ولا حطيت اي حاجة. هبتدي اقلب كده، وبعد كده وطيت عليها النار. وايه، وكل فترة كل شوية اقلب فيها التقليب مستمر، عشان خاطر ايه مفيش حاجة تلزق في القعر. هنا كده بعد ساعة الا ربع بالظبط كده بالشكل دوت، هي من غير اي مية ولا اي حاجة، هي بتطلع المية اللي فيها. وكده كان خلاص كده ابتدت تستوي معايا الفراولة بالشكل دوت. كده استوت معايا تماما الفراولة. خدت معايا بالظبط ساعة بالظبط. طبعا هسيبها تبرد. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي من غير اي حاجة. ما حطيتش بقى جيلي ولا حطيت جيلاتين ولا حطيت اي حاجة تاني غير الفراولة والليمون. ولون ونقطتين لون طعام احمر. بعد ما بردت خالص عبيتها بقى في برطمان زي ما انتم شايفين كده. وكانت النتيجة تحفة جدا، وطعمها كان خيال بجد، جميلة جدا. السكر بتاعها هادي خالص. سكرها مش زي بتاع بره اللي هي السكر القوي ده. سكرها لذيذ جدا، خفيف خالص. ويا رب تكون طريقتي عجبتكم في مربى الفراولة. وعلى فكرة هنعمل منها حاجات كتير قوي قوي، ان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم طريقتي في مربى الفراولة ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في قناتي، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله. مع السلامة.